أهلا بكم. اليوم غادي نهضروا على واحد الحادثة وقعت في الحدود ما بين المغرب والجزائر. غادي نحاولوا نفكوا الخيوط ديال هاد القصة ونشوفوا الروايات المختلفة اللي كاينين وشنو بالضبط كاين ورا الكواليس ديال هاد الأخبار. يلا بينا نبداو. القصة كلها بدات بواحد بلاغ قوي من وزارة الدفاع الجزائرية. شنو قالوا فيه؟ قالوا باللي تم القضاء على 3 مهربين من جنسية مغربية. يعني هاد الجملة هكا بوحدها من الدقة الأولى كتعطيك واحد الانطباع باللي الوضع متوتر وخطير بزاف. باش نفهموا هادشي مزيان غادي نمشيو دقة دقة. أول حاجة غادي نشوفوا الرواية الرسمية ديال الجزائر، من بعد غادي ندوزوا للشكوك والتحليل ديال المصدر اللي كنعتمدوا عليه، موراها غنحاولوا نعرفوا شنو كاين ورا هذا الخبر كامل، وغادي نهضروا حتى على سباق التسلح اللي كاين في المنطقة، وفي الآخر غادي نجمعوا كلشي في واحد الخلاصة. يلا نبداو بالنقطة الأولى، الرواية الجزائرية الرسمية. غادي نشوفوا القصة كيف ما عوداتها وزارة الدفاع ديالهم في البلاغ اللي خرج. البلاغ الرسمي كيقول باللي نتيجة العملية كانت واضحة وبينة، 3 المغاربة ماتوا وواحد تعتقل. الوقائع وقعت نهار الأربعاء في منطقة بوشار قريبة من الحدود، ولكن الخبر ما خرجت به السلطات حتى النهار الخميس. وزادوا قالوا في البلاغ بلي لقاو عندهم شي حوايج، لقاو 74 كيلو ديال الكيف المعالج، ولقاو معاهم حتى بندقية ديال الصيد ومنظار و4 ديال التليفونات. يعني ها تفاصيل كاملة كتعطي للرواية الرسمية واحد الصبغة ديال أنها كانت عملية لمحاربة التهريب صافي. ولكن هنا فين كيبداو علامات الاستفهام. المصدر ديالنا اللي كيدير التحليل كيطرح واحد السؤال مهم بزاف، علاش هذا الخبر تعلن عليه بالضبط في هذا الوقت، ماشي قبل وماشي من بعد؟ وهذا السؤال هو المفتاح اللي غادي يخلينا ندخلوا في واحد التحليل اللي هو اعمق. اذا ندوزو دابا للجزء الثاني، التشكيك والتحليل. هنا غادي نشوفوا كيفاش المصدر ديالنا كيشد ديك الروايه الرسميه وكيبدا يفككها وكيعطينا واحد القراءه اللي مختلفه تماما على داكشي اللي سمعناه في الاول. المصدر عنده 4 ديال النقط أساسية اللي كتخليه يشك. أول حاجة كيف ما قلنا هو التوقيت، علاش دابا؟ ثاني حاجة هو أنه لحد الساعة حتى شي عائلة في المغرب ما خرجت قالت راه توضر ليها شي حد من أفرادها. ثالث نقطة، المصدر كيقول يمكن هاد السميات اللي تعطات أصلا ما كايناش، غير مخترعة. والنقطة الرابعة واللي هي مهمة بزاف هي كيفاش قدروا يعرفوا الهوية ديال هاد الناس. يعني واش منطقي أن شي مهربين غاديين يديروا عملية تهريب وهازين معاهم لاكارت ناسيونال؟ شوية صعيبة هذه. وهاد الشكوك كلها كتجرنا لواحد السؤال اللي هو أهم: شنو كاين أصلا وراء هذا الخبر؟ هنا غادي نخرجوا من فكرة أنه مجرد حادث عادي في الحدود، وغادي ندخلوا في التحليل ديال الوضع الجيوسياسي الكبير في المنطقة. إذن ولينا دابا قدام جوج ديال القصص اللي ما كيتلاقاوش. القصة الرسمية كتقول كانت عملية عادية ضد مهربين سالينا، ولكن التحليل ديال المصدر كيشوف الأمور بطريقة مختلفة تماما، كيشوفها بحال شي حركة سياسية محسوبة، والهدف ديالها هو يلهيو الناس على شي مواضيع أخرى اللي هي أهم وأكبر. طيب شنو هي هاد المواضيع اللي كيهضر عليها المصدر؟ كيقول لك كاينين 3 ديال الحوايج اللي ممكن النظام الجزائري كيحاول يغطي عليهم بهذا الخبر. اولا القضيه ديال الجزائريين اللي تشدوا في المغرب مؤخرا. ثانيا باش يلهيو الشعب الجزائري الداخل على مشاكله اليوميه. ولكن النقطة الأهم هي التحرك الدبلوماسي الأمريكي الكبير في ملف الصحراء، خصوصا مع اللقاءات اللي كانت مقررة في شهر مارس. مزيان، دابا غادي نوسعوا الصورة شوية وندوزوا للجانب العسكري ديال هذا الصراع. المصدر ديالنا كيشرح لنا كيفاش هاد التوتر اللي كاين بين البلدين كيبان حتى في الاستراتيجيات العسكرية ديال كل واحد فيهم. وهنا الفرق كيبان واضح. حسب تحليل ديال المصدر، الجزائر ماشية في استراتيجية ديال الكمية، يعني المهم عندها هو يكون عندها جيش كبير وعتاد عسكري كتير. أما المغرب في المقابل الرهان ديالو على النوعية والجودة، يعني كيركز كتر على التكنولوجيا الحديثة والأسلحة اللي متطورة بزاف. وإلا بغينا ندخلوا في التفاصيل أكثر، استراتيجية المغرب ديما حسب المصدر مركزة بشكل كبير على التفوق الجوي، يعني خاص تكون السيطرة في الأجواء. وهذا الشيء كيبان مثلا في التحديث اللي داروا لطائرة F-16 فايبر، وحتى الحديث اللي كاين على إمكانية شراء طائرة F-35. القاعدة بسيطة وواضحة بالنسبة لهم، اللي كيتحكم في السماء كيتحكم في الأرض. إذن وصلنا دابا للآخر، يلا نجمعوا هادشي كامل ونشوفوا الخلاصة والاستنتاج اللي نقدروا نخرجوا به. الخلاصة هي أن حادث اللي كيبان بسيط ومعزول في الحدود هو في الواقع كيكشف لنا على واحد الصراع اللي هو أعمق بكثير. القصة مش غير قصة عملية أمنية، ولكنها معركة الروايات. فين واحد الطرف حسب تحليل المصدر طبعا كيستعمل واحد الحدث أمني كأداة،
كأداة باش يغطي على ضغوطات أخرى كيعيشها، سواء ضغوطات دبلوماسية من برا أو مشاكل داخلية. وهنا غادي نخليه واحد سؤال كبير للتفكير. في وسط هذه الحرب ديال الروايات والقصص المختلفة، كيفاش الواحد يقدر يميز بين شنو هو حقيقة وشنو هو مجرد دعاية وبروباغندا؟ سؤال صعيب وكيخلي الباب مفتوح للنقاش. شكرا بزاف على المتابعة ديالكم.